عقد الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين لقاء تشاوريا ضم عددا من قادة النخب الإعلامية المصرية والوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية وإعلاميين وصحفيين من مختلف التخصصات. اللقاء وقف أمام مستجدات وضع الإعلام والصحافة اليمنية بشقيها العام والخاص، وافتقار معظم العاملين في هذا الحقل للمعلومة من مصادرها والتي يبنى عليها الحدث والخبر، ناهيك عن انعدام كلي للتدريب والتأهيل وصقل مواهب الصحفيين بما يواكب تطورات ومتغيرات الواقع الافتراضي وآليات الاتصال والتواصل مع الجمهور المتلقي. أمين عام الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين فارس الصليحي أعلن عن استراتيجية لنقل واقع الجمود والركود الإعلامي والصحفي إلى فضاء المجتمع الدولي وكسب المزيد من مهارات الصحفي الاحترافي والإعلامي الشامل من خلال التعاون المشترك مع المنظمات والمؤسسات الدولية الراعية لحرية الرأي والتعبير وشركاء العمل الإعلامي عالميا. من جهته أكد رئيس الوكالة الدولية للصحافة والدراسات الاستراتيجية جمال العواضي اعتزام الوكالة تأهيل كوادر إعلامية وصحفية على أساسيات العمل الصحفي وتقديم الدورات التدريبية في مختلف التخصصات والتعاون المشترك في تقديم وتوفير متطلبات العمل الصحفي لكافة أعضاء الاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين على دفع متفاوتة وعلى المدى البعيد وفقا للإمكانيات المتاحة. العواضي أفاد أن الوكالة حريصة على تأهيل وتدريب الصحفيين خصوصا في مناطق النزاع للتعامل مع الواقع باحترافية كبيرة مع الخبر في ظل الاستقطاب الحاد الذي يتعرض له الصحفي من قبل الكيانات السياسية والجماعات المؤدلجة. واختتم العواضي حديثه بالإشادة بالاتحاد العام للإعلاميين اليمنيين الذي يضم كافة الأطياف السياسية، وهو ما يؤكد أنه كيان مستقل يعمل لخدمة الإعلام والإعلاميين في ظل فتور الكيانات والنقابات الأخرى والتخلي عن مسؤوليتها التي نشأت من أجلها. الكاتب والمفكر والبرلماني المصري السابق الدكتور عمرو الشوبكي أكد في كلمته على ضرورة وأهمية التركيز على تدريب الصحفيين على كيفية التعامل مع تغطية الحدث خاصة في مناطق النزاع التي تشهد الحروب والصراعات والمواجهات في حدود المهنية العالية واحترام مهنية الإعلام التي تعد أمانة مشرفة لكل منتسبيها، وأن لا يصبح الإعلامي مجرد سلعة للمتاجرة بين أطراف الصراع والحرص على نقل الحقيقة كما هي للجمهور المتلقي مهما كان الثمن باهظا. رئيس تحرير جريدة الوفد المصرية سابقا الخبير الإعلامي والمدرب الدولي مجدي حلمي أكد في كلمته على مواصلة هذه الفاعليات والأنشطة خاصة فيما يتعلق بالتأهيل والتدريب ومواكبة العصر وتخصيص دورات تدريبية للتعامل مع المرحلة الانتقالية المتوقعة خلال الفترة القادمة في اليمن وفقا لمستجدات دعوات السلام بإشراف دولي وأممي والدور المناط بالإعلام في تثبيت النسيج الاجتماعي وتماسكه وتجاوز الماضي وخلق الأمل في التوجه نحو المستقبل والبناء والإعمار وأخذ العبر من الدول التي شهدت اقتتالا وصراعا داخليين أفضى فيما بعد إلى مصالحة وطنية ودفن الماضي وللأبد، والأمثلة كثيرة بشأن هذه القضايا. كلمات ومداخلات الصحفيين والإعلاميين أكدت في مجملها على أملهم في مواصلة هذا النشاط والاهتمام بالإعلاميين في المهجر وتقديم يد العون والمساندة، خاصة أولئك الذين تقطعت بهم السبل ويفتقرون لأبسط مقومات الحياة والعيش الكريم، مطالبين بأن يكون هذا الاتحاد جامعا لكل الصحفيين وأن يلبي طموحاتهم في التدريب والتأهيل والتواصل مع كافة المنظمات الدولية ذات الصلة.